بتبدأ القصة بتاعتنا مع يولي، طفلة صغيرة كانت عايشة مع أبوها وأمها. فجأة أمها حست بتعب وكانت بتتألم، وجوزها بيحاول يساعدها ويواسيها، وبنتها كانت خايفة وبتبص لأمها وهي مرعوبة جدا. في الوقت ده أمها هنا بتتشنج، بتطلع من إيديها إزاز وجسمها بيتعور، وبتطلع إزازة من عينيها، وهم كانوا شايفينها ومش مصدقين اللي بيحصل. أمها مسكت إيديها جامد وما كانتش عايزة تسيبها، وأبوها ساعتها اتدخل وفك إيديها بالعافية، وأخد بنته ودخلها جوه الأوضة وطلب منها ما تخرجش منها، وهو هيحاول يساعد امها. وبعد ما خرج يولي سمع صوت ابوها هنا بيصرخ، وفجأة الصوت توقف والمكان بقى هادي جدا. في اللحظة دي بيتحدف كرسي على الباب بقوة وبيتكسر منه حتة، ويولي بتقرب من الباب وبتبص من الفتحة، وساعتها بتلاقي امها في وشها وبيكون شكلها مرعب جدا ومخيف. ويولي بتصوت وبتصرخ بأعلى صوت وبتقع في الأرض. وبعد كام ساعة يا عزيزي بيكون النهار طلع والشرطة وصلت للمكان، وبتفوق يولي اللي كان مغمي عليها ووقع في الأرض. وأول لما بتخرج للصالة بتلاقي أبوها وأمها ميتين قدامها، وبتتصدم وكانت بتبكي وحزينة جدا عليهم. وفي الوقت ده بتيجي واحدة وبتعرف الشرطة إنها مرات أبوها وكانت معاها بنتها، وبتقرب من يولي وبتعرفها إنها بنت مشؤومة وكانت بتتعامل معاها بطريقة مش كويسة. ومن هنا يا صديقي بتبدأ حكايتنا، وعايزك تركز معايا لأن اللي جاي صعب جدا ورعب جدا. وقبل ما نبدأ يا ريت تعمل لايك للفيديو ده، وده فضلا وليس امرا، علشان انا بتعب جدا في المحتوى اللي بقدمه. ويا ريت كمان تصلي على النبي في كومنت علشان خاطر ربنا يحفظني ويحفظك واحنا بنشوف الفيلم ده. يلا بينا. وبعد مرور 20 سنة بنشوف يولي عايشة في بيت عيلة مع مرات ابوها اللي بقت جدتها، وبنتها لارس اتجوزت وخلفت، وكانت يولي شغالة عندهم زي الخدامة. ولسه مرات ابوها كانت بتعاملها بطريقة مهينة جدا. وساعتها هنا بنشوف بنت اختها الكبيرة راحت للمسجد علشان تحضر الدرس الديني هناك، وهم راجعين كانوا معديين من قدام بيت مهجور وخافوا منه وطلعوا يجروا بسرعة. وفي نفس الوقت ده بنشوف ابن اختها الدين في غرفة جدته وبيعزف على الآلة الموسيقية وبيحاول ان هو يستدعي الارواح الموجودة في المكان. ووقتها باب الأوضة بيتفتح وبيكون خايف جدا، لكن ساعتها بتدخل يولي علشان تقدم الرعاية الصحية لجدته. وفي الوقت ده بتدخل اخته تيكا وبتطلب منه ما يعزفش الموسيقى دي تاني لانها حرام. وفي اللحظة دي بتسوق حالة جدتهم، تخرج تيكا بسرعة علشان تجيب لها الأكسجين وبتنادي على أمها. ويولي بتقرب من مرات أبوها وهي بتحاول تراعيها، لكنها بتمسكها من دراعها جامد وبتعرفها إن أبوها وأمها كانوا بيستحقوا الموت، وبتزقها وبتقع على الأرض. في الوقت ده تيكا بتدخل هي وأمها للغرفة ويلاقوها بتنزف دم من بقها، وساعتها بتطف الدم على يولي اللي بتكون خايفة جدا وبتبعد بعيد عنها. وساعتها بتطلع في الروح وبتموت قدامهم كلهم وهي بص على يولي بنظرات مرعبة. وتاني يوم بنشوف أهل القرية متجمعين في بيتهم علشان يغسلوها ويجهزوها للدفن. ولما بتدخل يولي الغرفة اللي هتتغسل فيها مرات أبوها، ساعتها أختها الكبيرة بتطلب منها تخرج بره وتجهز الكفن بتاع أمها. وبعد شوية بنشوفهم كلهم قاعدين قدام الجثة بتاعتهم يودعوها الوداع الأخير، وكل واحد فيهم بيقرب منها ويودعها. ولما بيجي دور يولي ساعتها بتفتكر وهي صغيرة لما كانت بتضربها وبتعذبها وكانت مترددة تقرب منها. في الوقت ده عينيها بتفتح وبتبص لها بشكل مخيف، ويوليا أول ما بتشوفها بتصرخ بأعلى صوت ومن الخوف بترجع لورا. وقتها أختها الكبيرة قربت منها وضربتها بالقلم وكانت بتلومها عن اللي عملته، وكانت بتعايرها بنفس الكلام اللي أمها كانت بتقوله ليها. ويولي كانت قاعدة في مكانها مش قادرة ترد عليها. وبعد كام يوم بنشوف يولي راحت للشغل مع أختها في السوبر ماركت بتاعها، وشافت العامل بياخد بقشيش من الزباين واخدته منه علشان تديه لاختها. لكن في اللحظة دي اختها بتشوف في ايديها الفلوس وبتاخدها منها وبتتهمها قدام الناس وبتضربها بالقلم. وبعد شوية بنشوف يولي قاعدة مع العامل اللي اسمه ايونو وبتطلب منه ان هو يساعدها، وفورا اخدها وراحوا عند الساحر. ودخلت يولي البيت بتاعه وورته صورة العيلة بتاعت مرات ابوها كلهم، وطلبت منه طلب مرعب جدا ان هو يعمل سحر اسود علشان يموتهم كلهم بسبب المعاناة اللي شافتها طول حياتها معاهم. والساحر وقتها عرفها ان هو هيكون في عواقب كبيرة في الموضوع ده، لكن يولي كانت موافقة علشان تنتقم منهم. وساعتها اخدها لغرفة تانية وبدأ يعمل الطقوس الشيطانية بتاعته. ولما حضر الجن الصورة بتاعتهم ولعت والمسامير كانت بتتحرك بشكل مرعب، ويولي كانت قاعدة قدامه مرعوبة، وعرفها ان هو هيعمل لها سحر خطير جدا ومميت، لكن محتاج جثة تكون لسه ميتة قريب وما عداش عليها 40 يوم. وقتها يولي
عرفته ان الجثة موجودة وهي من نفس العيلة. ساعتها الساحر عرفها ان ده هيكون مفعوله افضل بكتير في السحر اللي هيعمله، هو مضاد حيوي. وفي نفس اليوم يا صديقي بالليل بنشوف يولي ويونو كانوا في المقابر وحفروا القبر من تاني بتاع مرات ابوها وطلعوا الجثة وحطوها في العربية ورجعوا للساحر. وساعتها الساحر كان مستنيهم في البيت المهجور وطلب من يونو يستنى بره، وكان مجهز الضحية اللي هي عبارة عن كبش علشان يذبحوه ويستخدموا الدم بتاعه، وادى السكينة ليولي علشان تذبحه بنفسها، وجابوا غربان وذبحها علشان ياخد الدم بتاعها، وخد راس الكبش وحطها في طبق قدام يولي وخلاها ترش عليها الدم بنفسها وتستخدم جلد الكبش ده وتحط فيه الاسامي بتاعة العيلة كلها واحد واحد، وشكلها ايام سودة. وبعد ما خلصت قرب منها الساحر وخلاها تغرق وشها بالدم اللي معمول عليه السحر، واداها ورقة في ايديها وبدأت تردد طلاسم وكلام مش مفهوم على الجثة بتاعت مرات ابوها لحد لما الجثة طلعت دم من بقها. في الوقت ده يولي شافت نفسها في كفن ابيض وكانت في التربة تحت الارض، وبتكمل باقي الطلاسم والقرابين اللي بتقدمها، وبعدين بترجع لوعيها وبتلاقي الجثة بتاعت مرات ابوها فتحت بقها وطلع من جواها حشرة، والساحر طلب منها تحط السحر جوه بقها. وبعد ما عملت كده الجثة قفلت بقها بسرعة، والساحر عرفها ان موت العيلة دي في ايديها هي بس، وهي الوحيدة اللي تقدر تنقذهم او تسيبهم يموتوا، وطلب منها تكمل بقية الطقوس على العيلة كلها لان الجن بيحب الناس اللي بتبعد عن طريق ربنا. عزيزي كنجل الفيلم طبعا مالناش دعوه بالكلام العبيط ده، الموت ده بتاع ربنا فقط، مفيش حد تاني يقدر يتحكم فيه، ولا جن ولا سحر ولا الكلام العبيط ده. احنا ناس مؤمنة بالله، وكل من هيوحد ربنا دلوقتي في الكومنتات يا رب تدخل الجنة يا اخي، وتعمل لايك في الفيديو وتصلي على النبي. يلا بينا نكمل. ولو ما عملتش المطلوب السحر هينقلب على السحر، وطلب منها تعمل كده في اسرع وقت قبل ما الجثة تعفن ويفوت الاوان. في نفس الوقت ده بنشوف تيكا كانت بتصلي الفجر في بيتها والنور بدأ يضعف وهي بتصلي، وساعتها الازاز بتاع باب الغرفة بتاعها بينكسر وبتدخل منه الحشرة اللي خرجت من بق جدتها، والصورة بتاعت العيلة بتقع وبتتكسر. وبعد ما بتخلص صلاة بتنزل تحت للصالة وبتشوف الصورة واقعة والازاز بتاعها مكسور في الارض، وساعتها رجليها بتتعور من الازاز وبتبدأ هنا انها تنزف، وبتقدر تخرج الازازة من رجليها وبتروح لأوضة جدتها لانها سمعت صوت جاي من هناك. ولما بتفتح الأوضة ما بتلاقيش اي حد، لكن فجأة بتلاقي جردل واقع على الارض، ولما بتروح علشان تشيله وتقرب من السرير بتظهر قدامها جدتها وشكلها كان مرعب جدا وبتصرخ بصوت عالي. وتيكا وقتها اتفزعت ووقعت في الارض من الخوف، واول ما قامت تجري لقت في وشها يولي اللي كانت بتسألها عن اللي بيحصل، وساعتها عرفتها انها شافت جدتها على السرير. بس يولي قالت لها ان دي تهيؤات وخرجتها بره الأوضة، وكانت بتبتسم ومبسوطة ان السحر بتاعها بدأ يشتغل عليهم. وتاني يوم الصبح تيكا كانت قاعدة مع امها اللي كانت بتعالج رجليها، واخوها كان معاها وعرفتها باللي حصل وان في حاجة بتحصل غريبة في البيت. في نفس الوقت ده يولي كانت خارجة واختها الكبيرة طلبت منها ساعتها تنظف البيت او تروح تقف في السوبر ماركت، بس هي عرفتها انها وراها مشوار مهم وسابتها وخرجت. وبعد شوية بنشوف تيكا راحت للشيخ بتاعها وعرفته انها شافت جدتها في البيت وان في حاجة دخلت البيت عندهم غريبة وهي مش عارفاها. وقتها الشيخ عرفها ان اي متوفي بيموت بتكون نهايته القبر، وان اي تشابه بينه وبين شخص تاني بتشوفه ده بيكون عن طريق الجن. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف تيكا قاعدة هي والأسرة بتاعتها ومعاها زمايلها والشيخ وهم بيقرأوا قرآن في البيت بتاعهم، لكن في الوقت ده تيكا بتغيب عن الوعي وبتشوف قدامها جدتها قاعدة على كرسي متحرك والدم نازل من راسها، وراها أهلها كلهم وهم بينزفوا دم من راسهم ونازل على جسمهم. وقتها بترجع لوعيها وبتلاقي أمها قاعدة جنبها وهي بتقرب منها وهي مرعوبة وخايفة من اللي شافته. وبعد شوية بنشوف دين أخوها الصغير قاعد بيلعب لعبة وبيحاول إنه يتكلم أو يتواصل مع جدته، ولما بيسألها إذا كانت موجودة في الغرفة، والمفاجأة إن العملة بتتحرك وبتعرفه إنها موجودة معاه في الغرفة. وقتها دين بيكون خايف جدا. على الجانب التاني بنشوف يولي اللي كانت عند جثة مرات أبوها وبتكمل بقية الطقوس، وفتحت رقبتها بموس علشان تحط فيه ورق من السحر اللي عملته، وبدأت تخيط من تاني رقبتها وتردد بعض الطلاسم اللي مش مفهومة. وبنرجع تاني لدين اللي كان بيتكلم مع الروح اللي حضرها، وساعتها بتطلب منه إن هو يجي مع جدته. وقتها بيخاف ويرمي الورق في الأرض، وفي نفس اللحظة دي بتيجي حشرة وبتدخل في ودنه، ووقتها ما بيكونش مستحمل الوجع ده وبيبدأ يصرخ
واخته تيكا بتسمعه، ولما بتحاول تفتح الباب بتاع غرفته ما بتعرفش، ووقتها دين بيخبط دماغه بكل قوة في الدولاب لحد ما بينزف، ولما بيحاول يروح عند الباب حاجة بتسحبه عند اللعبة وبتخليه يمسكها ويكسرها فوق دماغه. في الوقت ده اخته بتكسر الباب وبتدخل علشان تنقذه، واول ما بيبص عليها بيشوف قدامه جدته بشكلها المرعب والمخيف، وساعتها بتأثر عليه وهو بيخليه يقطع رقبته بالخشبة اللي كانت في ايده قدام اخته اللي صرخت بأعلى صوت، وامها وابوها سمعوها وراحوا بسرعة عندها، وكان العامل يونو موجود معاهم وشايف كل اللي بيحصل. ولارس جريت على ابنها هي وابوه وتيكا، وكانت بتصرخ بأعلى صوت لان ابنها مات قدام عينيها. وتاني يوم بنشوفهم في المقابر بعد ما دفنوا ابنهم، وكانت حالتهم صعبة جدا، ويولي كانت موجودة هي ويونو وبيبصوا لبعض لانهم عارفين السبب الحقيقي في موته. ووقتها يونو عرفها ان اللي عملته غلط كبير وتسببت في وفاة ابن اختها، وطلب منها تتراجع عن اللي بتعمله لانه مش موافق انها تقتل حد. ساعتها يا صديقي عرفته انها مش هتتراجع عن الطريق اللي دخلت فيه، وكمان هددته ان هو متورط معاها لانه هو اللي وصلها للساحر. وبعد شوية بنشوف تيكا اللي كانت قاعدة مع الشيخ بتاعها وبتعرفه انها حاسة ان في حد عامل الاسرة بتاعتهم السحر، ووقتها نصحها انها تصلي التهجد بالليل وتقرأ المعوذتين وتدعي لأهلها ولنفسها. وتاني يوم بنشوف لارس راحت السوبر ماركت بتاعها وكانت موجودة هناك هي وجوزها، ويولي كانت معاهم. وفي الوقت ده بدأت تنفذ خطتها علشان توقع بين اختها لارس وجوزها، وبدأت تقرب منه علشان تعرفه انها مهتمة بيه، وهو كمان كان بيدافع عنها ووقف قدام مراته. ويولي كانت مبسوطة من اللي بيحصل لان خطتها فعلا نجحت. وقتها جوزها اخد العربية بتاعته ورجع للبيت، وبعد شوية بنشوف يولي راحت وراه وحاولت انها تغريه وتقرب منه. في نفس الوقت ده مراته كانت بتتصل عليه وهو ما كانش بيرد، وساعتها طلبت من العامل يونو يوصلها للبيت. على الجانب التاني كانت يولي بتعرض على جوز اختها انه هو يكمل حياته معاها ويسيب مراته ويختارها هي، لكن المفاجأة انه هو عرفها انه هو مش هيقدر يعمل كده لانه عنده اسرة واولاد منها. وفي الوقت ده مراته كانت وصلت عند البيت، وساعتها يولي كانت بتهدده انها تعرف مراته باللي حصل ما بينهم. وقتها رودي جوز اختها اتعصب عليها وقال لها نفس الكلام اللي مراته كانت بتقوله عليها، واخد الموبايل بتاعه وخرج من الغرفة. في اللحظة دي شاف بنته تيكا في وشه وطلب منها ما تعرفش اي حد حاجة من اللي شافتهم خصوصا امها. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف يولي كانت بتتسحب وخرجت بره البيت، وفي الوقت ده كانت تيكا في الغرفة بتاعتها بتسبح وبتقول الاذكار، وفجأة حست ان في حد معاها في الغرفة وبيردد نفس الكلام معاها. وساعتها بنلاحظ ان في حد قاعد وراها ويلبس زيها بالظبط وبيردد معاها الكلام، واول ما بتبص وراها ما بتلاقيش حاجة وبيكون الشخص ده اختفى. ولما بتبص قدامها من تاني بتظهر في وشها وبتصرخ بصوت قوي جدا، وتيكا بتكون مرعوبة. وبنروح هنا ليولي اللي كانت راحت عند المكان اللي فيه الجثة وبدأت تكمل باقي الطقوس وتفتح وش مرات ابوها بالموس علشان تحط فيه الاسحار وتردد الطلاسم اللي قالها الساحر عليها يا بنت المفترية. لكن وقتها بنلاحظ ان الجثة بدأت تتعفن وشكلها بقى مخيف جدا ومرعب، وساعتها النور بيطفي. ولما بتحاول يولي انها تولع المصابيح اللي موجودة في المكان بتظهر قدامها مرات ابوها بشكلها المرعب وبتخاف جدا منها وبتصوت وتخبي وشها من الخوف. ولما بتبص مرة تانية عليها بتلاقيها لسه في مكانها وما اتحركتش. عزيزي قناة جن فيلم، انت لو وصلت لحد هنا وما قلبتش او وقفت الفيديو فانت جامد جدا، وفعلا يبقى انت من الناس اللي بيتقال عليهم قلبهم جامد وما بيخافوش من افلام الرعب. بس بقى لو انت قلبك جايبك كمل معايا لاخر الفيديو علشان اللي جاي حمادة تاني خالص عن اللي فات. بس طبعا ما تنساش تعمل لايك للفيديو حالا وتعمل كومنت وتصلي فيه على النبي وتسبح ربنا كده علشان اللي جاي صعب جدا يا صديقي. يلا بينا نكمل. على الجانب التاني بنشوف رودي اللي قام من النوم مفزوع وجري على الحمام بسرعة ولقى نفسه بيتقيأ دم وفيه عظم نازل من بقه، ولما حاول يغسل وشه علشان يفوق كان فيه حشرة غريبة طارت ودخلت في عينيه وعينيه بدأت تنزف دم، وعينيه التانية كان فيه عظم بيتحرك جواها، ولما حاول يخرجه خرجت عينيه كلها في ايده وبدأ يصرخ بأعلى صوت ويا سوادي يعني. ومراته سمعته وراحت عنده بسرعة وكانت بتخبط على باب الحمام علشان يفتح لها وما كانش شايف قدامه أي حاجة، وكان بيصرخ وبينادي على بنته تيكا. وساعتها بتظهر قدامه حماته وكان شكلها مرعب جدا وكانت بتصرخ في وشه، وهو أول لما شافها من الخضة اتزحلق ووقع على الأرض ونزل على دماغه. وفي نفس الوقت ده مراته فتحت باب الحمام ودخلت لقيته واقع على الأرض وسيح في دمه. وقتها كانت بتصرخ بصوت عالي
عالي من الرعب والمنظر اللي هي شايفاه، ويولي كانت واقفة قدام البيت وسامعة كل اللي بيحصل ومبسوطة. وبعد شوية بيكون جالهم أهل القرية والشيخ معاهم وبيصلوا عليه الجنازة، لكن قبل ما يبدأوا بنشوف يولي كانت واقفة بتبص لأختها وكانت بتضحك وفرحانة باللي بتعمله، وتيكا كانت واقفة جنبها. وأول لما بدأت الصلاة شافت نفسها في المقابر وكانت سامعة صوت الشيخ وبتصلي وراه، لكنها كانت مرعوبة ومغمضة عينيها ومش عارفة إيه اللي جابها هنا في المكان ده. ورغم كده كملت الصلاة بتاعتها، وأول لما الشيخ سلم لقت نفسها في البيت بتاعها، ولما بصت جنبها لقت كل اللي حواليها شكلهم مخيف جدا ومرعب وكلهم اتحولوا لجثث مرعبة. وساعتها شافت نفسها رجعت للقبر من تاني، وجدتها شدتها من رجليها ووقعتها جوه القبر واتلم عليها الحشرات علشان تاكلها. وفي الوقت ده تيكا صرخت بصوت عالي، وكانوا كل اللي موجودين كانوا بيبصوا عليها ومستغربين من اللي بيحصل. وامها كانت بتحاول تهديها وتاخدها في حضنها، والشيخ بتاعها اداها ميه مقروء عليها قرآن علشان تشربها وتهدى شويه، وامها اخدتها علشان توديها الغرفه بتاعتها. وقتها تيكا عرفت امها ان في حد عامل ليهم اسحار وان الموضوع مش صدفه، جدتها واخوها وابوها يموتوا ورا بعض، وطلبت منها تصدق كلامها ويحاولوا يعرفوا ايه اللي بيحصل لهم. وتاني يوم بنشوف لارس دخلت اوضه يولي ولقت الجاكيت بتاع جوزها، وفي الوقت ده يولي كانت وصلت للبيت، ولما شافتها لارس وسالتها عن سبب وجود الجاكيت ده، يولي كان ردها مستفز جدا وعرفتها ان جوزها ما كانش بيحبها وكان بيخاف منها بس. وفي الوقت ده لارس حاولت انها تضربها، لكن لاول مره يولي مسكت ايديها وضربتها، وهما الاتنين اتخانقوا مع بعض خناقه شوارع. وساعتها لارس طردتها بره البيت وقفلت الباب وطلبت منها ما ترجعش للبيت ده تاني. وقتها يولي كانت غضبانه جدا ورجعت على السوبر ماركت بسرعه، وشافت هناك يونو وكان واقف مع تيكا وبيتكلم معاها. واول ما مشيت تيكا قربت منه يولي وسالته لو كان عرفها اي حاجه، وعرضت عليه فلوس، بس هو عرفها انه ما قالش حاجه عن اللي عملته وسابها وقفل على نفسه السوبر ماركت. ويولي راحت للمكان اللي فيه جثه مرات ابوها، كانت بتحضر باقي الطقوس وحطتها جوه جسمها وتردد نفس الطلاسم. في نفس الوقت ده بنشوف يونو خلص الشغل بتاعه وكان بيقفل السوبر ماركت علشان يروح، لكن بيتفاجئ ان الباب بيتفتح لوحده، ولما حاول يقفله من تاني اتفتح مره تانيه لوحده. وساعتها بتظهر وراه الجثه، واول لما بيلف وشها بتكون اختفت. وقتها بيقرب من الدكان ويدخل جوه، وساعتها الباب بيتقفل عليه لوحده، ولما بيحاول يفتحه ما بيقدرش وبيسمع صوت جوه المحل. ولما بيحاول يشوف ايه اللي بيحصل ما بيلاقيش حاجه قدامه وبيكون خايف جدا. واول لما بيلف وشه بتظهر قدامه الجثه وبتصرخ بصوت قوي جدا، ويونو من الصدمه بيقع في الارض من الخوف. وساعتها بتهجم حشرات عليه وبتطلع على وشه وبتشوهه، وساعتها بيحاول يتخلص منها ويروح يفتح الباب بكل قوته وبيزحف على الارض علشان يخرج من تحت الباب. لكن في الوقت ده الباب بيتفتح لوحده وهو قاعد مكانه مذهول، وفجأة الباب بينزل بسرعة كبيرة جدا على وشه ويفرتك دماغه حرفيا. عزيزي قناة جن فيلم، احب انوه لحاجة مهمة جدا جدا جدا: الصلاة ثم الصلاة ثم الصلاة. لو انت ما صليتش اعمل دلوقتي ستوب للفيديو وقوم صلي فروض ربنا، لان دي الحاجة الوحيدة اللي بتعفينا من اي حاجة، والحاجة الوحيدة اللي بسببها هندخل الجنة. فكلمك بجد وقف الفيديو وقوم كمل وقوم صلي صلاتك وتعالى كمل الفيديو. ونكمل الفيديو بعد ما خلصنا صلاة. وتاني يوم بيكونوا اهل القرية ملمومين عند المحل بتاع لارس، والشرطة كانت موجودة هناك. ولما بتوصل لارس هي وبنتها تيكا وبتشوف منظر يونو المرعب بتقع من طولها في الارض. ووقتها بنشوف يولي كانت واقفة وبتتفرج على اللي بيحصل من بعيد وهي مبسوطة جدا، وراحت بسرعة للمكان اللي فيه الجثة علشان تكمل باقي السحر، وعملت نفس اللي كانت بتعمله كل مرة. وبالليل بنشوف تيكا قاعدة في اوضتها وماسكة صورة العيلة بتاعتها وكانت حزينة وبتعيط، لكن فجأة بينزل من السقف دود مليان دم وبتقوم بسرعة من على السرير. ساعتها السقف بيقع والنور بيطفي في البيت كله، وتيكا بتولع كشاف وبتشوفه قدامها عظم مليان دم وموجود في كل مكان. وساعتها اخدت الكشاف وراحت بسرعة عند اوضة امها وكانت بتنادي عليها، لكن المفاجأة ما كانتش لاقية امها واوضتها كانت متبهدلة. ووقتها كان في حركة تحت السرير، ولما وطت تيكا علشان تشوف ايه اللي بيحصل شافت امها قدامها وكان شكلها مرعب ومخيف. وساعتها امها زحفت بسرعة وقربت منها وقالت لها انه كلكم هتموتوا. وفي الوقت ده تيكا كانت بتردد آية الكرسي علشان تحمي نفسها، بس اللي حصل كان مرعب اكتر لتيكا. لقت امها بتردد معاها نفس الايات والادعية، وفي اللحظة دي تيكا اترعبت اكتر وطلعت تجري من قدام امها اللي حاولت انها تمسكها، وقفلت الباب بسرعة عليها. لكن القوة
القوة اللي كانت عند أمها قدرت إنها تكسر الباب بكل صورة وبتجري وراها، ورجعت لغرفتها بسرعة وقفلت الباب على نفسها وأخدت الموبايل بتاعها ودخلت جوه الدولاب تستخبى فيه، واتصلت بالشيخ بتاعها وطلبت منه ينقذها بسرعة قبل ما تفقد حياتها. وفي اللحظة دي باب الغرفة بتاعها اتفتح وأمها دخلت عندها وكانت بتدور عليها، وتيكا كانت شايفاها ومرعوبة. وبعد شوية لما حست إنها خرجت من الأوضة فتحت الدولاب وخرجت منه، لكن المفاجأة إن أمها كانت في الدولاب ومسكتها من شعرها وحاولت إنها تسيطر عليها، بس تيكا قدرت إنها تهرب منها وجريت بسرعة وأمها وراها، وراحت وراها للسارة وقدرت إنها تمسكها وكانت بتخنقها بطريقة قوية جدا. وتيكا علشان تخلص نفسها منها ضربتها بقفازة حديدية على دماغها وقعتها على الأرض وجريت بسرعة علشان تستخبى، وأمها كانت وراها بتدور عليها في كل مكان. ساعتها تيكا قدرت إنها تلاقي مفاتيح الباب بتاع البيت، ولما حاولت تفتح الباب أمها مسكتها وكانت بتخنقها وعلقتها في الهواء. وفي الوقت ده كان وصل الشيخ والتلاميذ بتوعه وبدأ يقرأ قرآن عليها، وقدر إن هو يخلص تيكا منها. وأمها أغمى عليها وهو قاعد في الأرض، وطلب منها ياخدوها للمصلى علشان يقدر يعالجها. وهم في الطريق ومعديين على البيت المهجور، تيكا شافت عمتها يولي دخلت جوه البيت، وساعتها راحت وراها. أول ما دخلت ما كانتش مستحملة الريحة لحد ما وصلت للمكان اللي موجودة فيه جدتها، وأول ما شافتها صرخت. ويولي كانت موجودة وبتجهز باقي الأسحار، وساعتها يولي قربت منها وعرفتها إنها هي اللي قتلت كل عيلتها لأنهم كانوا أشرار وبيعاملوها زي الخدامين، وأخدوا منها كل حاجة. وأمها كانت بتذلها دايما قدامهم، وكمان اعترفت لها إن جدتهم عملت سحر لأمها وأبوها علشان تنتقم منهم لأنه راح يتجوز عليها. وتيكا ما كانتش مصدقة اللي بتسمعه، ويولي كانت بتضحك ومبسوطة إنها بتنفذ الانتقام بتاعها فيهم كلهم. وساعتها تيكا سابتها ومشيت ورجعت بسرعة عند الشيخ اللي كان بيقرأ على أمها هو والتلاميذ بتوعه. وساعتها أمها فاقت وبدأت تعمل حركات غريبة ومرعبة وشكلها كان يخوف جدا، لكن الشيخ كان إيمانه قوي وما كانش موقف قراءة قرآن عليها. أمها وقعت في الأرض وبدأت تطلع دم من بقها، وتيكا اتخضت عليها، ولما حاولت تقرب منها الشيخ منعها. وساعتها افتكروا إنها ماتت، لكن فجأة بترجع تقف ورا الشيخ وبتطلب منه محدش يتدخل لأنهم هيتدمروا كلهم. وفي الوقت ده الشيخ بيكمل قراءة بصوت عالي ومسموع علشان يقدر يسيطر عليها ويخرج الروح الشريرة منها. في نفس اللحظة دي كانت يولي بتدفن باقي الأعمال والسحر في جسم مرات أبوها، لكنها ما كانتش قادرة تخيطها زي كل مرة وتقفل الجرح عليها، وإيديها بقت تقف عن الحركة وبتتشنج. وساعتها ما بقتش قادرة تسيطر على نفسها وبدأت تنزل دم من بقها ويخرج عظم متكسر من اللي كانت بتعمله في السحر. واختها لارس متعلقة في الهواء والشيخ بيقرأ عليها، وفجأة بتقع على وشها في الأرض وبتتخبط خبطة قوية جدا. وفي الوقت ده تيكا قربت من أمها هي والبنات اللي كانوا معاها زمايلها وحاولوا إنهم يساعدوها، والشيخ رجع يقرأ قرآن من تاني لأن تأثير الروح اللي لابسها لسه قاصر عليها. وعلى الجانب التاني يولي كانت بتحاول تمسك العظم اللي نزل من بقها علشان تخيط بيه الجرح وتكمل بقية الطقوس اللي بتعملها، لكنها ما كانتش قادرة تسيطر على ايديها اللي أول ما مسكت العظم والشيخ كان بيقرأ بصوت مسموع وقوي وكله إيمان رشقت العظمة في وشها بحركة لا إرادية منها وبدأت تقطع في ايديها التانية وما كانتش عارفة تسيطر عليها. وساعتها يولي فقدت السيطرة على نفسها ومسكت حجر وبدأت تضرب في جثة مرات أبوها بكل قوتها. والشيخ هنا طلب من تيكا تخلي إيمانها بالله قوي وهو هيعمل اللي عليه. في الوقت ده يولي بتشوف نفسها في مكان غريب وناس كتير شكلهم مرعب، واختها كانت وسطيهم وهي وابنها وكل اللي هي موتتهم وماسكين أحجار ونازلين فيها ضرب بكل قوتهم، وهي بتطلب الرحمة منهم وهم مش سامعينها ولا بيوقفوا الضرب فيها. وكل ما الشيخ يقرأ قرآن أكتر ويرش المية المقروءة عليها على لارس الضرب بيزيد أكتر على يولي لحد لما بتفوق لارس وبترجع لوعيها وبترجع دم وفي حشرات اللي كانت دخلت جسمها وسيطرت عليها. وفي نفس الوقت ده بنشوف يولي مرمية على الأرض بعد ما قطع دراعها ورجليها وكانت سايحة بدمها. وفي اللحظة دي بنشوف الساحر اللي كان عارف إن السحر اللي عملته يولي عن طريقه اتقلبت عليها وهي اللي ماتت. وبنرجع هنا لتيكا اللي كانت واخدة أمها في حضنها والشيخ بيحاول يخليها تستغفر ربنا وتذكره، لكن لارس ما كانتش قادرة تنطق وبالعافية قدرت إنها تقول بعض الأذكار وبعدها على طول ماتت وهي في حضن بنتها تيكا. وتيكا كانت بتبكي وحزينة جدا على موت أمها وكل عيلتها، وكانت بتصرخ بأعلى صوت وبكل حرقة، وأصحابها البنات بيحاولوا يواسوها. وتاني يوم بنشوف تيكا واقفة عند المقابر بعد ما دفنت أمها والشيخ وأصحابها معاها
معاها وكانوا بيواسوها قبل ما يسيبوها ويمشوا، وفضلت تيكا واقفة عند المقابر وبتدعي ربنا ان يلهمها الصبر ويقويها على وفاة عيلتها كلها. وبكده هنا يا صديقي بيكون خلص الفيلم الجامد جدا جدا ده. اول مرة اشوف فيلم بالحلاوة دي، وفي برضو قصة وعبرة، يعني ان الدين دايما بينتصر فوق اي حاجة، وان الشر الحاجة الوحيدة اللي هتقف قدامه البني ادم اللي بيصلي وبيقرأ قرآن وعارف ربنا وبيذكر ربنا في اي وقت وفي اي مكان وفي اي زمان. وطول ما ربنا حاضر وسطنا واسمه حاضر وسطنا وبنصلي، يبقى ما نخافش من اي حد، لا جن ولا سحر ولا ولا اي حاجة ولا حتى بشر. طول ما ربنا موجود فاحنا في امان. فربنا يا رب يحفظكم ويحفظني ويحفظ كل الناس جميعا. واتمنى الفيلم يكون عجبكم. طبعا كان معاكم احمد سمير، بس انا زعلان منكم بجد. وصلنا ل 10000 ومحدش قال لي مبروك حتى في الكومنتات، ولا حتى عملتوا لايك للفيديو ده. فصالحوني بقى وروقوا عليا زي ما انا بروق عليكم كده، واعملوا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناه. الناس اللي ما اشتركتش تشترك. وطبعا عامل لكم لينك كده الواتساب فيه العيله بتاعتنا كلها موجوده هناك، عشان لما انزل لكم اللينك بتاع الفيديو الجديد تكونوا هجوم عليه اول ناس وتنضموا للعيله وتبقوا من اهلي وناسي. اشوف وشكم بخير يا حبايب قلبي في فيديو رعب جديد، ورشحوا لنا افلام بقى، مستنيكم في الكومنتات. ويلا بينا، سلام.